مشاهدينا الأفاضل طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهل لها بأهم وأبرز العناوين. وفد إريتريا عالي المستوى يسلم رسالة من الرئيس سياس أفورقي للرئيس سلفا كير ميرديت. جهود لتحسين الخدمات الصحية في إقليم الكاشبركة. تأهيل مدراء المديريات والمسؤولين في الإقليم الأوسط. مقتل 10 جنود بورنديين في هجوم على قاعدة الاتحاد الإفريقي. وأعداد قياسية من البشر لم يحصلوا على غذاء كافي في العام 2021. بيلاروسيا تعلن بدء مناورات عسكرية تزامنا مع مناورات للناتو. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. سلم وفد إريتريا على المستوى المكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني جبرآب أثناء زيارته لجمهورية جنوب السودان رسالة من الرئيس سياس أفورقي للرئيس سلفا كير ميرديت اليوم في العاصمة الجنوب السودانية جوبا. وأكدت الرسالة مجددا على العلاقات التاريخية والأخوية بين شعبي إريتريا وجنوب السودان، والتي بدأت منذ فترة كفاح شعب جنوب السودان لتقرير مصيره. وأكد الرئيس سياس أفورقي في الرسالة دعم إريتريا القوي لاستغلال وسيادة جنوب السودان وحق جنوب السودان في حل قضاياه الداخلية دون تدخلات خارجية. وأشاد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميرديت بموقف إريتريا الثابت والبناء، وقدم توضيحا للوفد الإريتري بشأن تطورات بلاده. وقال أنه وبالرغم من التحديات التي يواجهها جنوب السودان فإن البلاد تحقق تقدم في مسيرة السلام والاستقرار والازدهار. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية حيث اتفقا للدفع بالتعاون الثنائي والإقليمي. حضر اللقاء من جانب إريتريا السفير يوهانس تخل ميكيل، ومن جانب جنوب السودان وزير الشؤون الرئاسية الدكتور بارنابا ماريال بنجامين، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مايك إيو دينغ. أشار مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم الكاشبركة الدكتور حيلوم كيداني إلى تحقيق نتائج مرضية في الاستثمار الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في القطاع الصحي، ونوه إلى إدخال الوزارة لمعدات الفحص المخبرية الأساسية لتشخيص الأمراض في المستشفيات والمراكز الصحية عامي 2020 و2021. وأشار بصفة خاصة إلى إدخال المعدات الحديثة في مستشفى بارنتو المرجعي. وقال أن المعدات الحديثة التي أدخلت تسهم في متابعة تطور مرض السكري تسهم في مكافحة مرض السكري وأطباء الأسنان وخدمات الولادة والجراحة وتشخيص الأمراض العامة. وذكر بأن تطوير قطاع الصحة يعكس رغبة الحكومة في إحلال العدالة الاجتماعية، داعيا المجتمع للاستفادة الجيدة من تلك الخدمات، كما ناشد المهنيين الصحيين للعمل الجاد والحفاظ عليها. هذا وتوجد في إقليم الكاشبركة 4 مستشفيات و16 مركزا صحيا و3 مراكز لرعاية الأمومة والطفولة و60 عيادة. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطنين من قشيت وغازاباندا بفيروس كورونا، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حتى الآن 9737، شفي منهم 9631 وتوفي 103 مريضا، بينما يتلقى 3 من المرضى الرعاية الصحية في المستشفى. وزارة الصحة 5 مايو 2022. قامت إدارة الإقليم الأوسط بتأهيل 40 من المدراء والمدراء التنفيذيين ومسؤولي الأقسام والوحدات في المديريات في أساسيات التقنية ونظام المعلومات لمدة شهر. وأوضح مسؤول قسم الإحصاء والمعلومات الجغرافية في الإقليم الأوسط السيد تيدروس تخلي في مراسم اختتام الدورة التدريبية في 5 مايو بأن التدريب يهدف إلى رفع قدرات المسؤولين الذين أمضوا سنوات طويلة في العمل وتقديم خدمات ناجزة. وشكرت ممثلة المشاركين في الدورة التدريبية المنمين المشرفين على الدورة التدريبية التي قالت أن مضمونها يتجاوز في القدرات المهنية. وهنأ حاكم الإقليم الأوسط السيد فسهاي حيلي المتدربين، موصيا بضرورة مواصلة مثل هذا التدريب على مختلف المستويات. وأكد المشاركون في التدريب على أهميته في أعمالهم اليومية، منادين بضرورة حل النواقص والمصاعب التي تظهر في بعض الأحيان. قدمت جمعية الإعاقة الذهنية الدعم المالي والعيني ل 2265 أسرة من الأسر التي ترعى الأطفال المعاقين ذهنيا بمبلغ 1,300,000 نقفة. وقالت مسؤولة التنظيم ومتابعة الأقاليم في الجمعية السيدة مبرأ ألم يعبيو أن الدعم قدم في جميع الأقاليم لمساعدة الأسر في حياتها اليومية.
وقد وزع حاليا في إقليمي الأوسط وجنوب البحر الأحمر. وذكرت بأن الجمعية تؤطر 4000 أسرة راعية للمعاقين في البلاد عامة، وتمهد الأرضية بالتعاون مع الحكومة لحصول الأسر على الدعم المساعد في تسيير الحياة المعيشية، مشيرة إلى وجود 19 مدرسة على مستوى البلاد لخدمة الأطفال المعاقين ذهنيا. وأوضحت الأسر المنضوية في الجمعية رعاية أبنائها جيدا بالإرشاد والتوجيه والدعم المقدم من الجمعية. تجدر الإشارة إلى أن جمعية المعاقين ذهنيا تأسست قبل عامان. استشهد في 4 مايو المناضل اليماني يوهانس كحساي والدغشي أحد معاقي الحرب، والذي كان تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية جراء مرض ألم به عن عمر ناهز 70 عاما. التحق المناضل اليماني بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر يناير عام 1975. المناضل الفقيد يماني كحساي متزوج وأب ل6 أبناء، وغدور يجثمان والثراء عصر يوم أمس في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وتعرب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن حزنها لاستشهاد المناضل اليماني يوهانس كحساي، وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه المناضلين. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، بقوا معنا. على الصعيد العالمي، قتل 10 جنود بولنديين في هجوم شنته عناصر من حركة الشباب المتطرفة على معسكر القوات الاتحاد الافريقي في الصومال، وفق ما اعلن عنه الجيش البولندي. وفي الوقت الذي لم تصدر فيه السلطات الصومالية ولا الاتحاد الافريقي حصيلة لعدد الضحايا، ندد الطرفان في بيان بالهجوم الذي وقع قرب بلدة سيل باراف على بعد 160 كيلومتر شمال شرق مقديشو. وذكرت هيئة أركان الجيش البولندي في بيان أن 10 قتلى سقطوا في صفوف الكتيبة البولندية، وجرح 25 آخرون، فيما لا يزال 5 أشخاص في عداد المفقودين. ونددت بعثات الأمم المتحدة ودول غربية عدة في الصومال بالهجوم الذي أعلنت حركة الشباب الإسلامية الموالية لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عنه. أعلنت الأمم المتحدة وصول عدد الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفي من طعام بشكل يومي إلى أعلى المستويات على الإطلاق العام الماضي. وقالت الأمم المتحدة أنها تتوقع أن تصل الأعداد إلى مستويات جديدة مروعة مع الأضرار التي تسببها الحرب الأوكرانية على إنتاج الغذاء عالميا. ووفقا للأمم المتحدة، فقد عانى نحو 193 مليون شخص في 53 دولة من انعدام الأمن الغذائي الحاد في عام 2021 بسبب ما وصفته بالمزيج الثلاثي السام، أي الصراع والتغير المناخي والآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا. وقالت الأمم المتحدة أن العدد الإجمالي للذين لا يمتلكون طعاما كافيا بشكل يومي زاد بمقدار 40 مليونا العام الماضي، مما يؤكد على اتجاه مقلق للزيادات السنوية على مدار عدة أعوام. ودعا التقرير إلى زيادة الاستثمار في الزراعة وتوفير 1.5 مليار دولار لمساعدة المزارعين في المناطق المعرضة للخطر خلال موسم الزراعة القادم من أجل الاستقرار وزيادة الإنتاج الغذائي المحلي. أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية بدء مناورات قوات الردع السريع وإجراء اختبار مفاجئ لجاهزية أفراد الجيش على الاستجابة السريعة في حال استمرار الأوضاع المتأزمة، مؤكدة بأن المناورات لا تشكل تهديدا على جيران بيلاروسيا أو لأوروبا. وذكرت الوزارة في بيان أن الوحدات المشاركة في التدريبات سترسل إلى مساحات جديدة لاختبار جاهزيتها للقتال في ظروف تتغير بشكل مفاجئ. وستنضم القوات الجوية إلى المناورات قريبا لاختبار جاهزية القوات العسكرية لمواجهة التهديدات المحتملة على الأرض وفي الجو. يأتي ذلك بعد أن أعلنت بولندا بدء تدريبات واسعة النطاق غربي البلاد بمشاركة عسكريين من حلف شمال الأطلسي. في الخبر الأخير، أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في أول خطوة بهذا الحجم منذ عام 2000 في إطار جهوده لاحتواء أعلى معدل تضخم يسجل بالبلاد في غضون 4 عقود. وبعد زيادة بنسبة ربع نقطة مئوية في مارس الماضي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع النسب إلى ما بين 0.75% و1% في خطوة تندرج في إطار تشديد سياسته لتهدئة الاقتصاد. وقد استمر ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية وتفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا، ووصل في مارس الماضي إلى ذروة غير مسبوقة منذ ديسمبر 1981 ليصل إلى 8.5% خلال عام واحد، وفق مؤشر يعتمده البنك المركزي الأمريكي.
في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وفد إريتريا على المستوى يسلم رسالة من الرئيس سياس أفورقي للرئيس الفاكر مياردير. جهود لتحسين الخدمات الصحية في إقليم القاش بركة. تأهيل مدراء المديريات والمسؤولين في الإقليم الأوسط. مقتل 10 جنود بورونديين في هجوم على قاعدة الاتحاد الإفريقي. أعداد قياسية من البشر لم يحصلوا على غذاء كافي في العام 2021. وبيلاروسيا تعلن بدء مناورات عسكرية تزامنا مع مناورات الناتو. بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.